ترى أنا أتكلم عن واقع عشت في قضايا، مع قضايا في الناس. هذا زوجك رجل صالح طالب علم، انتبهي له وراعيه، لا تسوي زي كذا تنكد على الرجال وزي كذا. ليش انت بس نظرتك لهذا الامر في الحياة الدنيا؟ راقب الله. ترى هل احسن حالك انك معاه وبنفق عليك ومشي امورك زي كذا، ولا حالك لما يطلق وكنت تركه وتجلسي بلا الزوج وشوف يتلاعبوا بك الناس والخطابات، وهذا ياخذك من السيارة ويتركك وهذا ياخذك من السيارة ويتركك؟ انتبهي لنفسك كذا. يعني لازم الحرمة تفهم هذا إذا كبرت في السن كيف تتعامل مع زوجها. لازم إذا كبرت تزيد في الاحتواء، تزيد في الرقة، تزيد في الحنان، تزيد في الاهتمام بزوجها، مو تزيد في العنف وتزيد في الشراسة وكأنها هي شابة فتية أبدا. ترى الرجل انتهى موضوعك، انت تبي تمشي معه ويتقي الله فيك ويصلح تصطلحي معه امشي، ما تبغي لا تتعبيه، انتهى الموضوع. فهمتوا هذه النقطة؟ هذه الآيات تشير إلى هذا المعنى، إلى جهة النشوز الذي يحصل من جهة الزوج.